الكاميرات ال 360 او الاراوند فيو مونيتور نظام مميز جدا في العربيات الجديده، وخصوصا الكيا سبورتاج والهيونداي توسان الجديده. ايه مزاياه وازاي نقدر نستخدمه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. بمنتهى البساطه لو عايز افعله في اي وقت بدوس على زرار الكاميرات اللي هنا، هلاقي الكاميرات تطلع معايا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنلاقي عندنا هنا مجموعه زراير بيبين لي انا اي وضع ان انا عايز اختار فيه الرؤيه الخلفيه، سواء رؤيه خلفيه زي ما احنا شايفين كده، او اجيب العربيه من فوق عشان اشوف حدودها عامله ازاي من ورا، او ان انا اختار يمين وشمال والاراوند فيو. طبعا في عندنا كمان موضوع 360 ال 3 دي، ده بيجيب لي شكل العربيه زي ما احنا شايفين بشكل محيطي، اقدر الف العربيه يمين وشمال. هو طبعا الشكل ده بيكون يعني في نوع من انواع الجرافيكس اكتر منه ان احنا بنستفيد منه بشكل كامل. بنقدر نشوف العربيه في كل زواياها، ايه هي قريبه منين او بعيده منين، وده نظام مميز جدا. في طبعا عندنا كمان ان انا اخش على السيتنج دي بتديني اكتر من حاجه. ازاي ان هو اقدر اطلع الحساسات كمان معايا على الكاميرا زي ما هي كانت طالعه معانا، والخطوط اللي هي بتبقى هنا دي اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، قدام او ورا. كمان بيتفعل بشكل تلقائي اول ما بدي العربيه ريفرس، بتديني زي ما احنا شايفين كده الانترفيس ده الكاميرا الخلفيه، ودي الاراوند فيو حدود العربيه بالكامل. النظام ده مريح جدا في الركن، لدرجه ان انا ممكن مبقاش محتاج ان انا ابص على المرايات اصلا. مجرد ان انا ابص على الشاشه، شايفين زي ما احنا داخلين دلوقتي، من اول مره اقدر ادخل المكان بسهوله جدا. النظام بيعتمد على 4 كاميرات متوزعين حوالين العربية في المرايات يمين وشمال على الشبكة الأمامية وفي الخلف. الكاميرات دي بتدي رؤية عالية جدا لجهاز الكاميرات اللي احنا ركبناه مكانه هنا، وبعد كده بنتحكم فيه عن طريق الزراير اللي قلنا عليها. زرار الكاميرا اللي هنا، وده زرار الحساسات. مجرد ما بتدوس على زرار الكاميرا بتشتغل معايا زي ما احنا شايفين السيستم. طبعا الجايد لاينز زي ما احنا شايفين بتبين لنا بعد الاجسام من العربيه بشكل يعني مبدئي. طبعا زي ما احنا شايفين الخط ده هو الاكسدام بتاع العربيه. لو انا جيت ارجع هلاقي ده الحد بتاعي هو كده في الخط الاحمر كده، المفروض ما ارجعش اكتر من كده. وهنلاقي كمان في الرؤيه الخلفيه لو انا اخترت الرؤيه دي هلاقي العربيه على الرصيف بالظبط. ننزل بقى ونشوف العربيه واقفه ازاي. زي ما احنا شايفين المسافة ممتازة جدا وآمنة ان انا ما ارجعش اكتر من كده. طبعا كمان المزايا من المزايا الحلوة جدا في النظام 360 في عربية الكيا سبورتاج والهيونداي توسان ان هو بيطلع معانا كمان على العداد. لما بدي اشارة شمال بيطلع لي الاشارة، بدل ما ابص في المراية اليمين ببص على الكاميرا في العداد، واليمين نفس الكلام. زي ما احنا شايفين ده وضع الكاميرا الخلفية، بيبقى مبين لي الطريق وانا ماشي. مجرد ما بكون دايس على الزرار ده بيفصل السيستم ويشغله. ودي كانت طريقة تشغيل نظام السراوند فيو مونيتور او الكاميرا 360 في الكيا سبورتاج والهيونداي توسان الجديدة. لو محتاجين اي اسئلة عن اي انظمة ابعتوا لنا في التعليقات وهنعمل لكم فيديو عليها. استنونا في حلقة جديدة من مواضيع جديدة. مع السلامة.